إزاي متابعي يوميات طالب. كان يجب علينا أيضا أن نذهب إلى مدارس أخرى لنتعرف على رأيهم والمشاكل التي تواجههم في القضية التعليمية، ونتعرف على الطلاب ونعرف المشكلات ونعرف منهم أيضا الحلول التي يريدونها. لذلك بعدما أجرينا التحقيقات الصحفية في مدرسة أخطاب الثانوية المشتركة كمذيعين ومحررين للرأي وكأيضا أدينا رأينا، كان يجب علينا أن نأتي إلى مدرسة كمدرسة أخطاب الإعدادية بنات حتى نعرف رأيهم، يعني نعرف رأي البنات في التعليم والمشاكل اللي بيقابلوها. وبنحب نشكر إدارة المدرسة هنا إن هم رحبوا بينا ووافقوا إن احنا نعمل التحقيق الصحفي هنا مع الطالبات في المدرسة. أول حاجة بقى عاوزين نعرف رأيكم انتوا كطلبة في المرحلة الإعدادية، ايه المشاكل اللي بتقابلكم في كتاب المدرسة لما تيجوا تذاكروا؟ يعني انتوا أصلا بتعرفوا تذاكروا من كتاب المدرسة أصلا ولا لأ؟ اللي عاوز بقى يتكلم يتفضل يسمعنا كده رأيه. اتفضل. الأول عايزين نعرف اسمك. ياسمين جمال. اتفضل. السلام عليكم. السلام. اتفضل. اولا كتاب المدرسه مش مدينا حق اصلا ان احنا نذاكر فيه، لان احنا بنفتح حتى مش بنلاقي حاجه نذاكرها. يعني مثلا النص نفسه النص مش فيه حاجه، مفيش معاني. هما مثلا 3-4 معاني في النص، كذا تعبير، مش مدينا حقنا ان احنا نذاكر ايه بالظبط. الكتاب الخارجي بتلاقيه مليان على اخره تعبيرات، يعني في معاني كتير، في برضه يعني اللي احنا عايزينه. انما كتاب المدرسه ما فيهوش حاجه، اخره صفحتين من تدريبات خلاص خلصت السنه كده. يعني مش بتعرفوا تذاكري من كتاب المدرسة؟ طب تفتكري ازاي يحلوا مشكلة كتاب المدرسة دي؟ يعني هما حتى يعني يزودوا الحاجات اللي احنا عايزينها، يزودوا تعبيرات كتير، يزودوا حاجات يعني جديدة احنا نكون حابينها. يعني المنهج اصلا في حد ذاته اللي انت بقى بتذاكريه من الكتاب الخارجي ده عاجبك ولا في قصور ولا في مشاكل ولا ايه؟ يعني هو دروس كده، يعني دروس تبقى حلوه ودروس مالهاش لازمه اصلا في المنهج، يعني ومواضيع مالهاش لازمه. تقصد ان المنهج اللي انت بتدرسيه في المدرسه لا مش كل المواد، بس في مواد فيها حشو زياده انت مش بتستفيدي من حاجات انا مش بستفيد منها، حاجات كمان انا ما بقدرش استوعبها، حاجات انا ما بقدرش برضه اشوفها كده. ماشي شكرا. حد عنده رأي تاني؟ اتفضل. انا في رايي ان كتاب المدرسه مفيد اكتر من الكتاب الخارجي، بحيث هو برضه بيبقى فيه بعض المعلومات مش واضحه فيه قوي، لكن بيبقى فيه تمرينات، خاصه لان الامتحان اللي بيجي يمتحن في اخر السنه بيجي من كتاب المدرسه. فانا في رايي ان يكون الطلاب ابتدوا يذاكروا منه كويس وحلوا التمارين الخارجيه اللي عليه، اللي في كتاب المدرسه، اللي في اخر الكتاب في اخره في نماذج كتير وفي تمارين وفي اسئله كتيره جدا وافكارها جميله، بالذات بالاخص في كتب الرياضه. يعني انا لما باجي افتح الكتاب وبلاقي فيه اسئله عمرها ما مرت عليا، افكارها جديده ومنوعه، بتكون فيها اسئله فعلا بتكون موضوع امتحان، وبتكون اسئله يعني صعب ان الطالب يكون يفهم قصدها شكلها كويس او معناها بطريقه سهله، فهو ابتدى يذاكر من كتاب المدرسه مع شرح المدرس واستوعب المدرس بطريقه كويسه، هيقدر ان هو يسيب الكتاب الخارجي بصفه كامله ويعتمد على شرح المدرسه ويعتمد على كتاب المدرسه. حد عنده رأي تاني؟ اتفضل. انا الاء سعيد من الصف الثاني الاعدادي. انا الكتاب المدرسي انا مع راي زميلتي ياسمين ومع راي زميلتي فاطمه بتقول ان الكتاب المدرسي مفيد، وانا فعلا معاها ان جميع اسئله الكتاب المدرسي كلها فكر في النماذج اللي بتبقى موجوده ورا، بحيث ان احنا نستفيد منها. اما المشكله في الكتاب المدرسي ان انت لما تيجي تفتحي كتاب بتلاقي الدرس مجرد سطور، بحيث يعني انا جاي اقرا، طب انا هقرا مجموعه سطور، فهو حلو ان هو بينمي عند الطالب ان هو اللي يستنتج المعلومه. الكتاب الخارجي بتلاقي دايما سؤال مثلا س كذا والاجابه بتاعته معاه، لكن الكتاب المدرسي انت اللي بتستخرجي السؤال، انت اللي بتخرجيه منه. فانا شايفه ان الكتاب المدرسي دي حاجه كويسه فيه، وشايفه ان هم برضو ان مش كل الطلبه عندهم القدره ان هم يحددوا الاسئله ويحددوا الاجابات بتاعتهم. فشايفه ان وبرضو من وزاره التربيه والتعليم ان هم يخلوا في الكتاب موضع مثلا، حتى يخلوا الدرس زي ما هو بس، ولكن صفحه في الكتاب يكون فيها سؤال وجواب، بحيث ان هم يوفروا المعلومه للطالب الضعيف اللي مش هيقدر ان هو يلخص الدرس زي الطالب مثلا القوي في ماده معينه. طب انت لما بتيجي بتذاكري من كتاب المدرسه ولا من الكتاب الخارجي؟ لا، انا لما باجي اذاكر اكتر مذاكرتي بتبقى من الكتاب المدرسي، لان انا عندي القدره ان انا اقرا الدرس واخرج منه اسئله.
غيري ما عندوش القدره ان هو يعمل كده، غيري عايز مثلا السؤال بالاجابه المعينه بتاعته. بتشتري الكتب الخارجيه ولا لا؟ بشتري كتب الخارجيه. طب لما كتاب المدرسه مش بتستفيدي منه، ليه بتحملي اهلك مصاريف اللي هو الكتاب الخارجي وبتشتريه؟ ما انا قلت لحضرتك في بعض الكتب ما بتكونش فيها نفس الكيفيه بتاعت الكتاب المدرسي. يعني مثلا كتاب الرياضه ما فيش داعي ان انا اشتري كتاب خارجي. حتى احنا لما نيجي نحل اسئله كده، اسئله في ماده الرياضيات في كتاب المدرسه دايما اقوى ودايما موضوع امتحان، غير مثلا كتاب الدراسات تاريخ. لازم شايفه ان انا لازم اشتري كتاب خارجي بيسهل عليا سؤال جواب سؤال بيكون اسهل يعني. شكرا. حد عنده راي تاني؟ حد عاوز يتكلم في الموضوع ده؟ طب عايزين نعرف بقى، طبعا يعني اغلبنا او اغلبكم او كلكم بتاخدوا دروس خصوصيه بره، مش كده ولا ايه؟ طيب ليه بتاخدوا دروس خصوصيه؟ هل في المدرسه تقصير في الشرح؟ ماشي، عايزين حد يتكلم. مش كده وبس. اتفضل. بس احنا عايزين نزود معلوماتنا عن طريق الدروس. يعني في المدرسه مش بيدوكي معلومات كفايه وعشان كده بتضطري تاخدي دروس بره؟ لا بيدونا بس بنحتاج برضه. يعني من ناحيه ايه؟ في كل المواد ده ولا في مواد معينه؟ مواد معينه. يعني انت بتاخدي دروس في المواد كلها ولا في مواد معينه بس؟ المواد كلها. طب ليه ما بتاخديش بقى في المواد المعينه اللي انت بتقولي عليها؟ حد عنده راي تاني؟ المدرسين هنا لما يجوا يشرحوا بيشرحوا حاجات مش عندنا في المنهج، يعني بيقولوا هناخدها السنه الجايه بس خدوها معلومات زياده، ويخلوا الطالب يكون عنده صعوبه في اللي هو يستوعب المنهج اللي عليه، فعشان كده بناخد دروس بره عشان نفهم اكتر. يعني في المدرسه مش بيعرفوا يوصلوا لك المعلومه اللي انت محتاجاها ولا بيزودوا عليكي معلومات اكتر؟ بيزودوا علينا معلومات احنا مش بنقدر نستوعبها في المرحله دي. يعني المشكله مش في ان هم مش بيشرحوا، المشكله ان هم بيشرحوا بس بيشرحوا بكميات كبيره بتزود عليك المنهج. طيب حد عنده راي تاني؟ اتفضل. انا اسمي وفاء نبيل. هو الكتاب احنا لما ناخد دروس بره بناخد فكره عن الدرس، لما نيجي بقى ناخده هنا بنكون مستوعبينه اكتر وكده نعرف نذاكره كويس. يعني بتاخدوا دروس عشان تسهل عليكي انك تفهمي في المدرسه. ماشي. طيب حد عنده راي تاني؟ اتفضل. انا من رايي مع زميلتي ياسمين، هي فعلا يعني المدرسين بيحبوا ان هم يعني يدونا حاجات جديده ما تكونش علينا، بس في نفس الوقت الحاجه دي برضه يعني بتلخبطنا في المنهج، ما بنعرفش نبقى عارفين نيجي نذاكر نفتكر الحاجه اللي المدرسين كانوا قالوها لنا، يعني بتحصل بس لخبطه في المنهج. انما الجامعه بشرح المدرسين، فالمدرسين بيشرحوا كويس وما بنخش يعني في اسئله او حاجه. طيب ماشي. زميلتكم فاطمه وهي بتتكلم قالت ان الامتحانات بتاعتكم بتيجي كويسه، هل حد فيكم بيقابل مشاكل الامتحانات بتيجي صعبه او اسئله انتوا ما خدتوهاش او اسئله مش موجوده في كتاب المدرسه، اي حاجه يعني بتبقى غير في المنهج عندكم او حاجه بتبقى ملغيه بتيجي في الامتحانات، بتقابلكم مشاكل ايه في الامتحان؟ اتفضلي. بالنسبه لي هو دايما بيبقى الاسئله كلها سهله، بس بيبقى في اسئله كده فيها يعني بتميز الطالب اللي كان مذاكر قبل الامتحان عن اللي مش مذاكر قبل الامتحان، بس هي يعني بتحتاج مذاكره شديده، بس هي الاسئله كلها بتبقى سهله. يعني لو بتذاكري هتعرفي تحلي اسئله الامتحان، مفيش حاجه بتيجي من بره كتاب المدرسه. طيب حد عنده راي تاني؟ طب في المدرسه اتفضلي. ماشي. حصل انا عندي راي بان في ان اوقات في حصل في الترم الاولاني ان جه في اسئله، في حوالي 3 اسئله في الامتحان جت لنا من بره المنهج، فكانت من منهج ثالثه اعدادي واولى ثانوي، فالاسئله ديت لخبطت كتير الامتحان، وحصل لمعظم الطلبه ضغوط في الامتحان وحصل لهم حاله نفسيه بسبب الامتحان مش عليهم المنهج اصلا، وجي كمان حاجات هم عمرهم ما خدوا عنها معلومات ابدا، سواء امتحان مسائي سواء كان امتحان صباحي. انا شفت الاثنين الامتحانين كان فيهم بعض الاسئله كانت صعبه جدا، وفي اسئله كانت بره المنهج. فمثلا كان امتحان الرياضه، كان امتحان الصباحي كان جاي يعني بدرجه من الصعوبه كانت صعبه جدا، كان ما حدش يقدر، يعني معظم الطلبه ما عرفوش يحلوه، في معظم المدارس ما حدش يعرف يحل الامتحان، كان صعب جدا. وجت في مدرستنا في امتحان المسائي كان في مساله هي شبه سهله، بس كان فيها فكره صعبه، ان معظم الطلبه كانوا صعب ان هم يجيبوها، فمعظم المدرسين اضطروا ان هم يدخلوا اللجان
ان هم يوضحوا الاسئله دي. فيعني الامتحانات لازم تيجي شبه موضحه شويه عشان الطلاب يفهموا الفكره كويس عشان يعرفوا يحلوا في الامتحان. طب تفتكري بقى حل المشكله والاسئله اللي هي بتيجي انت مفكرها دي حلها ايه؟ ان اللي بيحط الامتحان يرجع الاول للمنهج اللي بيحط منها، وبعد كده يبدا يحط الامتحان عشان يعرف ان المنهج اللي هو بيحط منه ده مطابق للورق المواصفات الورقه الامتحانيه اللي هو للمنهج او للطالب اللي هو بيحط له او للصف اللي هو بيحط له ولا لا، لان ممكن يلخبط ما بين المواد. ما يوم مدرس بيحط لاكتر من فصل او لاكتر من مرحله فطبعا ممكن يتلخبط ما بين المعلومات. فطبعا لازم يراجع كتاب المدرسه الاول قبل ما يحط الامتحان عشان ما يلخبطش المعلومات ما بين كل صف مرحله ومرحله. يعني تفتكري لو مثلا اللي حط لك الامتحان مدرس عندك في المدرسه افضل، ده بيكون افضل ولا ان هو يجيب لك مدرس من بره او موجه في مرحله كبيره؟ لو انتوا دلوقتي في مرحله الاعدادي الموجه اللي يحط لكم في مرحله ثانوي ده كويس من وجهه نظركم، ولا عاوزين موجه او مدرس في المرحله بتاعتكم هو او عنده درايه بكل حاجه في المنهج بتاعكم، ما عندوش حاجات اوسع من كده يحط لكم الامتحان؟ يعني عاوزين على قدكم ولا عاوزين اكتر من كده؟ هو انا عندي في الحكايه ديت رايين. اما يكون مدرس ثانوي بيبقى عنده خبره اكتر وممكن يجيب اسئله الطلاب يعرفوا يفهموها اكتر، لكن انا برجح ان يكون المدرس هو اللي علمنا في المدرسه هو اللي يحط الامتحان عشان هو عارف مستوى الطلاب اكتر من المدرس الثانوي، وعارف امكانيه الطلاب هنا في المدرسه، عارف هم يقدروا يحلوا الامتحان او لا. ماشي. شكرا. حد عنده راي تاني؟ طب بالنسبه لاننا بقى لانكم يعني وانا كمان برضه في الثانوي انا باخد دروس بره، تفتكروا ايه الفرق بين المدرس بره في الدرس والمدرس في المدرسه اللي بيخلينا نخرج ناخد درس بره؟ هل المدرس في المدرسه بيعاملكم وحش؟ هل ما بيشرحش؟ هل بيضغط عليكم في المعامله؟ ايه اللي بيخليكم تخرجوا تاخدوا درس بره؟ وايه الفرق بين المدرس بره وايه المدرس جوه؟ احنا قلنا انتوا بتاخدوا درس بره، اللي عايزين نعرف بقى ايه الفرق بين المدرس بره وبين المدرس في المدرسه. اتفضلوا. هو دايما المدرس اللي مثلا في المدرسة بيدينا دروس، يعني بيسبق في المنهج بسرعة، أما يعني ما بنستطيعش إن احنا نفهم يعني بطاقة اللي هي ما بنعرفش نفهم. طالما هو بيدي دروس ورا بعض كده مش هنعرف نفهم ونذاكر ونعمل. أما في مثلا في الدروس اللي بره اللي هي ممكن الأستاذ بيدينا درس أو درسين بس فبنعرف نستوعب الدرس وبنعرف نفهم. يعني مفيش مدرسين في المدرسه بيعاملوكوا بطريقه مش كويسه او بان هم بيعاملوكوا بطريقه انتوا بتزعلكوا فعشان كده بتهربوا منهم في المدرسه وتاخدوا دروس بره؟ لا، الحكايه اللي هم بيسبقوا في المنهج فما بنفهمش منهم في المدرسه يعني انت مش الفرق بين المدرس بره والمدرس جوه الشرح مش المعامله؟ لا مش مهم. طيب حد عنده راي تاني؟ اتفضل. المدرس اللي بره بيشرح الدرس بطريقه مستوصله وبتخلي الواحد اللي قدامه يفهم الدرس بسرعه وبطريقه اظرف واحسن بكتير. انما المدرس اللي في المدرسه يلف ويدور عشان اللي قدامه يفهم وما بيوصلناش برضه المعلومه صح عشان هو بيلف ويدور وبيجيب المعلومه صح. طيب حد عنده راي تاني؟ اتفضل. هو المدرس في الدرس فبيقدر ان هو يعني لما يجي يشرح حاجه بيقدر مثلا يدينا حاجه مره واحده فبتوصل بطريقه اسهل. اما في المدرسه ممكن تكون مثلا الحصه 45 دقيقه وعليه مكرر حاجه في المنهج حاجه معينه فبيضطر ان هو يدينا حاجتين ورا بعضها فما بنقدرش نستوعبها بطريقه اسرع يعني بتحتاج وقت على ما نذاكرها ونفهمها. اما بتاع يعني الدرس بيديها بتبقى حاجه بسيطه وفي ساعه بنقدر نستوعبها حتى في المذاكره والمراجعه. طب بالنسبه انت بتقولي دلوقتي ان الحصه 45 ساعه، ما هو المدرس هو ده الحاجه المتاحه قدامه ال 45 ساعه ال 45 دقيقه اللي قدامه ما عندوش وقت اطول من كده عشان يشرح فيهم. تفتكري بقى في حل للمشكله دي ولا هي تفضل كده ولا ايه عشان تحبوا المدرسه اكتر؟ هو المشكله في المنهج اللي بيكرر عليه مثلا بيكون طويل فبيضطر ان هو يعني يخليه مثلا درسين في حصه واحده فيعني الحل ده ان هو مثلا ما يطولش المده ممكن يخففوا المنهج على الطلبه شويه ويخلوا مثلا درس في الحصه الواحده او ده يعني مش تبقى حاجه كتير ورا بعضها يعني تفتكري حل كده ان هم يا اما يضغطوا المنهج يعني يقصروا المنهج ولا يطولوا مده الدراسه؟ لا هم على حسب يقسموا المنهج. طيب حد عنده راي تاني؟ ماشي تمام. انا اسمي رحمه
علاء في الصف الأول الإعدادي. هو الفرق بين مدرس المدرسة ومدرس الدرس، إن مدرس الدرس بيبقى يعني بيخلص لنا الدرس وبعدين بيرجع تاني يحل لنا عليه وبالتالي بنستوعبه أكتر. أما مدرس المدرسة ممكن إحنا ناخد الدرس وممكن يقعدنا، مش ما فيش حل تمارين على الدرس. طب حد عنده رأي تاني؟ ماشي كملي كلام. ماشي. طب حد عنده قومي يا سارة. هو ممكن يكون الفرق بين مدرس المدرسة ومدرس الدرس في المعاملة أو توصيل المعلومة. يعني ممكن مدرس المدرسة من غير قصده أو ممكن بقصد يوجه لنا إهانة جسدية أو إهانة لفظية، وده بالتالي بيخلينا مش متقبلين الحصة أو مش متقبلين المدرس، وده هيوجه لنا إعاقة في إن إحنا نتقبل المعلومة اللي هو بيديها لنا. ممكن إحنا مش قاعدين في الحصة مش مرتاحين للمدرس، مش مرتاحين للمعلومة اللي هو بيديها لنا، لأن إحنا لو مش متقبلين المدرس في معاملته لينا عمرنا ما هنتقبل المادة أو هنحبها وهنقبل على مذاكرتها. أما مدرس الدرس اللي هو بيحترمك وبيقدم لك المعلومة بطريقة أسهل، لأن هو بيستفيد وإحنا بنستفيد منه. طيب حد عنده رأي تاني؟ طب بالنسبة دلوقتي انتوا قلتوا ان انتوا في عندكم مشكلة، يعني تقريبا كل اللي اتكلم قال ان في مشكلة في توصيل المدرس في المدرسة للمعلومة ليه، مش كده؟ طب مش ما تفتكروش في كده يعني؟ طب انتوا عددكم في الفصل كام في الأول؟ يعني عددكم كام في الفصل؟ عددكم كبير يعني الكثافة في الفصل كبيرة جدا. طب ليه ما تفتكروش ان اللي بيأثر على شرح المدرس مش عارف يوصل لكم المعلومة هو ان عندكم في الفصل عدد كبير في المدرسة؟ وقت الحصة ووقت الحصة كمان يعني قليل جدا. عندكم بقى حل للمشكلتين دول ولا انتم مش شايفينهم ان هم مشاكل اصلا؟ ان هو يعني وقت الحصة قصير وعددكم في الفصل كبير، اظن دي مشكلة، ولا انتوا رأيكم ايه؟ طيب حد عنده رأي يتكلم فيه؟ اتفضل. لما يكون الفصل ليه كثافة كبيرة المفترض يكلموا المدرس بيشغل نفسه اللي هو يسكت كل واحد في الفصل، عشان كده وقت الحصة بيضيع، فما فيش وقت يدينا المعلومات اللي علينا في الحصة. عشان كده الكثافة الكبيرة بتكون في مشكلة اللي احنا نفهم المنهج اللي علينا، المدرس بيشغل نفسه اللي هو يسكت الطلبة. يعني طب تفتكري ازاي يحلوا المشكلة بتاع العدد الكبير في الفصل دي؟ ممكن مثلا يزودوا فصول او يحطوا يعني مجموعه صغيره في كل فصل عشان الطلبه يقدروا يستوعبوا المدرس الشرح اللي المدرس بيقوله، والمدرس ما يشغلش نفسه بتسكيت الطلبه. طيب يعني لما هم يزودوا الطلبه يعني الفصول، يعني عايزين يزودوا مدارس، هيزودوا بقى مدارس منين تفتكري بقى؟ يعني ازاي يجيبوا مدارس اكتر؟ يعني عايزين فلوس اكتر؟ لا يعني مثلا بقول مش يعملوا مش توصل لمدرسة كبيرة، ممكن مثلا في فصل واحد كثافة كبيرة يعملوا فصل، بس مش لكل الفصول، لو مش لكل الفصول عشان في فصول في كثافتها صغيرة. يعني طب تفتكروا اللي هي الفكرة اللي هي بتاع مدرسة صباحي ومدرسة مسائي دي فكرة كويسة وهتقلل كثافة الفصول، ولا هي أصلا موجودة وما بتعملش حاجة؟ لا فكرة كويسة اللي هي تقلل كثافة الفصول، لأن هي بتنقص عدد الطلبة في الظهر مثلا وبيعملوها في صباحا، أو العكس بتنقص عدد صباحا وتخليها. طيب حد عنده رأي تاني؟ برضه الفكرة بتاعت الفيلم برضه يعني في الكثافة في نفس يعني في كثافة الفصول نفسها، وفي نفس الوقت برضه يعني في عيب برضه مننا احنا نفسنا. يعني المدرس داخل المفروض يكون بيحترم، يعني مثلا اللي بيبقوا قاعدين قدام محترمينه ومركزين لشرحه، اي حبه قاعدين ورا ممكن يتكلموا ويضايقوا المدرس نفسه. المدرس نفسه يكون مثلا مش يعني ايه يعني يتضايق وهو بيوصل المعلومه، لانه شايف نص الفصل محترمه والنص التاني عمال يتكلم واللي عماله تنادي على حد وكده، فدي برضه في مشكله مننا يعني. اما عن كثافه الفصول فبرضه يعني حتى لو قالوا يعني ما فيش مدرسه ما فيهاش عجز، برضه اي مدرسه لازم يكون فيها برضه عجز في الفصول، يعني لازم برضه نراعي حاجه زي كده. طب انتوا لما بتاخدوا دروس بره مش بتحترموا المدرس اللي بيشرح لكم بره في الدرس؟ ما بتعملوش صوت وكلكم بتبقوا قاعدين ساكتين، رغم ان ممكن الكثافه في الدروس بره اكتر من كثافه الفصل في المدرسه بكتير جدا. ما تفتكروا بقى ده سببها ايه؟ هل في الاسره في البيت، ولا هل فيكم انتوا كطلبه، ولا انتوا اصلا مش بتحترموا لا مدرس درس ولا مدرس مدرسه ولا ايه بالظبط يعني؟ ماشي اتفضلي. مدرس الدرس بنحترمه لان دي اول مره ناخد فيها المعلومه دي، فلازم نركز جدا عشان ناخدها
عشان توصل لنا صح. انما هنا في المدرسه بنكون خدنا المعلومه بره وبعدين ما بنركزش في المدرسه لان بنكون خدناها تاني مره بناخدها فعشان كده بنركز. طب ليه ما بتركزيش؟ عشان ان هي ممكن المدرس بتاع المدرسه يقول لك حاجه جديده فانت تستفيدي منها، او هو ممكن يضيف لك على معلومات، ممكن مدرس الدرس حصل عنده سهو فنسي يقول لك حاجه فانت هتستفيدي منها في المدرسه. ليه يعني بتهملوا في المدرسه مش بتركزوا بقى؟ انتوا ممكن تستفيدوا اكتر من الدرس ولا كتير جدا. بس هو في برضه مجموعه في المدرسه المتفوقين بيركزوا انما هم مش هارين من القصه هم اللي ما بيركزوش. ماشي يعني وده مننا المتفوقين بيركزوا عشان عاوزين يستفيدوا، ليه بقى بقيه الطلبه ما تركزش عشان تستفيد زيهم؟ وكمان ممكن يبقوا بعد كده لو هم ركزوا وبعد كده بدأوا يذاكروا يبقوا احسن من الطلبه المتفوقين كتير جدا. لان ده عيب مش عيب في المدرس ده عيب في الطالب ذات نفسه. اللي تربيته في الاسره يعني الاسره مش ايوه هي المدرسه بتوجهه، هي اللي بتوجهه، انما الاسره مش عارفه توجهه لانه. طيب ماشي، حد عنده رأي تاني؟ انا في رايي ان المدرسه انا بستفيد اكتر من المدرسه. انا بروح دروس خصوصيه عند بعض المدرسين، لكن انا بستفيد اكتر من المدرسه لان يعني انا بستفيد من المدرسه بحيث ان المدرس بيزود لي معلوماتي اكتر. مدرس الدرس بيكون عنده فكره كبيره جدا في الدرس. يعني الاستاذ عشان مثلا هو خرج قبل ما يخش الدرس بيحصل بعض التعاملات مع الطلبه، بيحصل تعاملات غريبه مع بعض. معظم الطلبه بيزعقوا لبعض، لكن انا بحب فكره الدروس اصلا. انا جت عليا فتره كنت هقطعها خالص لان انا كنت بستفيد اكتر من المدرسه، لان المدرسه فعلا هي الاساس، يعني بستفيد اكتر. والمدرسه فعلا يعني في جت دلوقتي المدرسين بيعملوا حاجات تحبب، يعني المدرسين بيعملوا انشطه او حاجات بتحبب الطلاب في الماده، بتحبب الطلاب في المدرسه اكتر. يعني لدرجه ان معظم الطلاب بيقولوا احنا عايزين نروح المدرسه، مش عايزين يعني عايزينها تبقى طول السنه. انا من الطلاب اللي بيرجحوا القرار ده ان يكون المدرسه طول السنه، لان هي فعلا وضوح. هتحب الدراسه طول السنه يعني؟ انا عن نفسي انا بحترم كده لان فعلا ده تقدم. سر تقدم دول اوروبا ان هم عندهم المدارس طول السنه، بس بشرط بيكون في الاسبوع يومين بس دراسه وبقيه الاسبوع اجازه، فبيقدروا اللي ياخدوه في اليومين دول يحصلوه طول الاسبوع، وبالتالي يكون عندهم فهم كويس جدا المواد وفهم كويس جدا لكل حاجه بياخدوها في حياتهم، عشان ده سر تقدمهم. بعد كده بيطلعوا ناس عندهم صناعه، عندهم كل حاجه، فتلاقيهم بيتقدموا بصوره كبيره، فبيقدروا يحصلوا معلومات اكتر. طب انت دلوقتي اتكلمتي وقلت الانشطه المدرسيه بتحببكم في الفصل وفي الدراسه في المدرسه، يعني انتوا من رايكم كلكم زي راي زميلتكم ان الانشطه المدرسيه دي حلوه بتحببكم في المدرسه ولا لا؟ مين؟ انا كنا عملنا قبل كده تحدي مع امان عن طريقه الانشطه، فاستفدت منها ان في انشطه انا لو نشاط معين مثلا انا بختاره، يعني مثلا انا موهوبه في الموسيقى، موهوبه مثلا في طريقه الالقاء الشعر او كده، فطبيعي ده بيفرق عن النشاط المفروض عليا. نشاط الماده العلميه حاجه مفروضه عليا، فبالتالي يعني المدرس يدخل مطلوب منك نشاط مثلا كذا تديك درجه معينه تاخدها، لو ما عملتش النشاط ده مالكش درجه عندي. فهو بالتالي في فرق، النشاط لو انا حباه او النشاط اللي مختاراه بنفسي فهو اكيد انا بحبه، اكيد عايزه امارسه، غير النشاط اللي بيتفرض على الطالب. فانا شايفه ان مفيش نشاط، يعني مفيش حاجه اسمها النشاط افرضه على الطالب، حتى طبعا الماده العلميه تمام ممكن الطالب ده يكون عنده طريقه احسن، هما بيسيبوا المجال مفتوح، ولكن مش كل المدرسين. وما زال برضه الضغوط ان انت مربوطه بدرجه معينه، حتى لو انا مش حابه النشاط لا هضطر اعمله عشان الدرجه، هضطر اعمله عشان ما انقصش. لا سؤالي بقى دلوقتي بتكلم على الانشطه المدرسيه اللي هي مثلا زي صحافه، اقتصاد منزلي، اللي هي مثلا زراعه، صناعه، الحاجات دي. هل انتوا الحاجات دي بتحبوها في المدرسه ولا بتفتكروا انها بتضيع؟ مش بتبقى هي بجانب ان هي بتفيدنا، هي بتبقى جانب ترفيه، لان انا النشاط ده احسن حاجه فيه ان هو اختياري، انا بحب حاجه فبختارها، فمش معقول اختار حاجه انا مش حباها. فانا شايفه بصراحه ان هو حاجه مفيده كويسه. طب حد بيجبركم ان انتوا تاخدوا نشاط معين في المدرسه؟ لا الانشطه دي معروفه اصلا ان هي اختياري، يعني انا اللي بختارها. طيب حد عنده راي ثاني؟ طب انتوا في المدرسه هنا بتاخدوا يوم دراسي كامل من الساعه تقريبا 7:30 او 7 لحد الساعه 2.
طيب هل ده بيأثر على نفسيتكم في حاجة، ولا هو اليوم الدراسي ده كده طبيعي، ولا انتوا ده بالنسبة لكم مشكلة وعايزين تحلوها، ولا ايه بالظبط؟ اتفضلي. بالنسبة للطالب إن هو يعني آخر فترة لازم أن يكون الطالب عنده مادة مثلا مادة ما لهاش علم كتير، يعني زي الرياضة ما ينفعش تكون في آخر فترة. لازم تكون مثلا الألعاب آخر فترة ونشاط آخر فترة عشان الواحد بيستوعبها صح، إنما عشان طول اليوم تعب وإرهاق. غير اللغة العربية برضه ما ينفعش تكون في الآخر، لأن بيكون التلميذ مرهق من طول اليوم. يعني فكرة اليوم الدراسي الكامل ديت أصلا مرهقة ليكم، يعني انتوا عايزين اليوم يقصر شوية. ايوه عاوزين يكون شغل كمان، بيكون في دروس بعد المدرسه على طول. فرصة النشاط بين الحصص هيجدد الحيوية بتاعة الطالب، فياخد حصة ثقافية بعد النشاط هو داخل أصلا بيجدد ذهنه. فمحمد يكون بيقول الحتة دي. أو ممكن يقللوا الوقت اللي هي يعني احنا بنطلع الساعة 2، ممكن يخلوها نطلع الساعة 12 وناخد يوم السبت بدل الأجازة، يعني عشان يعني قصدك ان فكرتك ان هم يزودوا عدد ايام الدراسة يعني يوم ويقللوا الساعات. فكرة كويسة. طيب حد عنده رأي تاني او فكرة تانية، حل تاني للمشكلة دي؟ طب حد شايفها بقى مش مشكلة اصلا، يعني اليوم الدراسي كده كويس بالنسبة له؟ اتفضل. انا برايي ان اليوم الدراسي عادي جدا. اولا احنا بناخد فسحه اللي هي مثلا فرق بين الحصص والحصص، ان هي بتبقى حاجه ترفيهيه، يعني حاجه مثلا ناكل فيها حاجه، يعني ناخد فيها نجدد النشاط. فرق بين الفسحه قد ايه؟ ربع ساعه. طب هو كده بتجددوا النشاط؟ هو مش قوي، بس برضه يعني في فرق. لما مثلا في ناس يعني بياخدوا حصص، في ناس بتاخد حصص طويله، فالفرق اللي بتعمل ربع ساعه دي ممكن يعملوا فيها حاجات كتير. يعني الفرق مثلا ربع ساعه، في ناس ثانيه بتاخد 5 دقايق ولا 10 دقايق ما يعملوا فيها حاجه، بس ربع ساعه ديت يعني ممكن تكون حاجه كويسه في ان هم مثلا يجددوا يعملوا حاجه، ان هم مثلا ان هم يجوا بعد الحصص اللي بعد الفسحه يكون جددوا نشاطهم شويه، خلوهم يركزوا في الحصص اللي جايه. يعني انت شايفه اليوم الدراسي الكامل ده مش مشكله خالص، يعني كويس. طب حد عنده راي تاني؟ انا طالبه في الصف الاول الاعدادي. انا مش متفقه مع الراي اللي هي في بنت قالته من ورا، ان هي بتقول ان الطالب في الفصل ان المدرس ان هو مش بيبقى محترم لانه جاي من بيته او اسرته مش مربينه او كده. لا، ممكن المدرس يكون يعني يكون مش هو نفسه مش محببنا في المادة، فاحنا بنتكلم لانه دايما يكون عنيف معانا او بيضربنا دايما، يعني مش انه ايه متفق معانا، يعني دايما بيزعق ودايما شديد، فاحنا بالتالي مش هنكون حابين الحصه ومش حابين الماده. فلا، انا مش متفقه مع رايها. طب تفتكري بقى يعني يحلوا المشكله دي بتاعتك ازاي؟ سيبك تاخدي نفسك وبعدين تكملي كلام. خلاص ماشي، اتفضلي. طب يا جماعه، حد عندكم هنا من المدرسه بقى بيهرب من المدرسه؟ ما بتحبوش المدرسه الاول ولا بتحبوها؟ بتحبوا المدرسه بجد يعني؟ هو اليوم الدراسي مش مرهق، لان طبعا انا مع زميلتي ان طبعا بتبقى في فسحه، هي اي نعم صغيره، بس في بعض الطلاب يعني بيكونوا بيعرفوا يستغلوها طبعا، غير ان هم بيجددوا نشاطهم، يعني مثلا بياكلوا بيشربوا. وفي كمان يعني في اليوم الدراسي بتبقى في حصص يعني بترفع عن الطالب، اللي هي مثلا حصص الانشطه زي اللي هي الاقتصاد المنزلي، المجال الصناعي، الصحافه. يعني الانسان الطالب غير ان هو يعني بياخد حصته، بس بيبقى فيها جزء صغير ان هو يعني يقعد يعني يرتاح من اليوم الدراسي الكامل. طيب اتفضلي. مش مع سنين الرؤى، لان الفسحه قصيره جدا جدا، بس بننزل من على السلم نروح نقعد، الجرس يضرب ما نلحقش ناكل ولا نشرب فنطلع تاني، المدرسين ما يخلوناش ناكل، بيقولوا لنا لسه جايين من الفسحه ما نلحقش نعمل فيها اي حاجه. يعني عايزين وقت الفسحه يطول شويه وكمان ان احنا ننزل مع السلم ونروح نقعد هناك، يعني نلحق بنقوم الجرس ضرب. بالنسبه ان مثلا الاول حصص يعني نظام الفتره ساعه ونص على بعضها افضل لك، ولا انك تاخدي حصه 45 افضل لك؟
وتزودي وقت الفسحه. هو الفكرة على بعضها كويسة، يعني المدرس في نص الفترة الأول بيشرح فيها، في نص الفترة الثانية يسأل الطلاب يشوفهم إذا قدر المعلومة توصل لهم ولا لأ، لو ما وصلتش الطالب بيقدر يوصلها له. طيب حد عنده رأي عن الإجابة عن الإجابة اللي بتاعتنا؟ مفيش واحده تقترح مثلا ان هي ماشي موافقين على ان الفتره ساعه ونص زي ما هي، بس يخصص لنا 10 دقائق أخيرة من الفترة الأخرانية إنها تكون زي العمل الجماعي اللي إحنا بنعمله في النشاط في الأنشطة الصفية زي الصحافة كده، وإحنا بنعمل عمل جماعي بنتحرك، فتبقى الحركة ديت يعني ولو مجرد 5 دقائق للطالب لو محتاج إنه يشرب أو ياكل لقمة سندوتش ياكله في آخر الحصة بعد ما بتنتهي الدرس فيه، ولا هي يا دوبك الساعة ونص كافية لشرح الدرس فقط؟ لا هم بيخلونا نقرا 10 دقايق بس ده من ضمن الحصة يعني. لا مش من ضمن الحصة، بس هو بيكون شرح الدرس وسأل كل حاجة، وبيخلونا لما نخلص الدرس خالص بيقولوا قالنا اللي عاوز ياكل ياكل واللي عاوز يشرب يشرب. احنا زمان على ايامنا كان في فسحتين، كان يوم دراسه كامل برضه كل فسحتين، حصتين بناخد فسحه كبيره نص ساعه مثلا. ايه رايكم لو النظام ده رجع تاني؟ يعني بس ناخد حصتين وبعدين ربع ساعه فاصل ونرجع تاني وناخد فسحه تانيه كبيره ونكمل اليوم الدراسي بتاعنا عادي. بس الفسحه الثانيه هنختلف في حاجه، الفسحه الثانيه هي كانت بديل حصه النشاط، وما كانش اسمها فسحه بقى زي الفسحه الصغيره، لا اسمها فسحه نشاط. فسحه نشاط دي ان برضو كل جماعه نشاط بتبقى مع الاخصائي النشاط بتاعه او مشرف النشاط بتاعه، بيعمل اجتماعه، بيعمل اللي هو عاوز يعمله في نشاطه، بس من خلال مش مقيد بوقت زمني للحصه. يعني ممكن انت تعملي فسحه النشاط ده في مكان النشاط، او تعملي مثلا لو انتوا اتجمعتم في الحوش كانها كفسحه وعملتوا النشاط في الحوش ماشي. فهو قال لك طالما حصص النشاط دخلت فالفسحه هي دي اللي اتقلت، فان كان مثلا الفسحه الربع ساعه دي تزيد لنص ساعه علاوه على ان وقت الحصه بتاع النشاط يقل قصادها. حصه النشاط دي يعني مش ثابته عندنا، ممكن في المرحله الثانويه تبقى الثالثه والسابعه، ممكن تبقى الثانيه، يعني مواعيدها دلوقتي مش ثابته. مش مواعيدها، انا عايزه اخصصها تبقى عباره عن فسحه ثابته، وحصه النشاط موجوده برضه، حصه النشاط موجوده غير الفسحه. يعني انا عايزه الفسحه تبقى ثابته لجميع المدرسه ولا تبقى فسحه نشاط غير؟ شوفوا انتوا عايزين ايه؟ اقتراحات مدرسين بتوعكم والله بيقولوا رأي كويس يعني. شوفوا انتوا بتفكروا في اقتراحات واللي موافق عليه اتفضلي قول لنا رأيك. والوزاره ممكن تاخد بآرائكم يا جماعه. ممكن نعمل ان احنا ناخد 5 ايام في الاسبوع في المدرسه، نعمل 4 ايام واليوم الخامس يعني يوم ترفيهي بيقعد المدرسه كلها احسن من الفسحتين، وبقية الأيام تبقى مضغوطة رد عليها انت كده دلوقتي ضغطتي ال5 ايام مواد ثقافيه دون ترفيه عقلي في اليوم الواحد. لا في انشطه برضه في الرابع كده عايزين نبقى في اليوم كيفيه تخصيص اليوم الدراسي من وجهه نظرك؟ تفتكروا بقى ان هو يعمل فسحتين دول افكار. من رأيي بدل ما يبقوا الفسحتين في الفاصل فترة، في الفاصل ما بين الفسحتين يضموا الفسحتين على بعض ويبقوا ساعة إلا ربع. انا من رايي مثلا بدل ما ناخد 5 ايام في الاسبوع مثلا بناخد الاثنين والثلاث، الاثنين فتره صحافه او اي نشاط والثلاث فتره العاب، فبدل مثلا ما ناخد فتره ناخد كل يوم حصه بحيث ان احنا نجدد تفكيرنا مثلا في نشاط جماعي او في الالعاب نجري ونلعب ونعمل ونشغل دماغنا تاني. يعني انت عايزه حصه النشاط بدل ما تخصص ليوم واحد تبقى يوميه حسب اختلاف نوع النشاط؟ لا مثلا يعني مثلا احنا بناخد فترتين العاب، فتره نشاط وفتره العاب، 4 حصص، لو قسمناها على 4 ايام تبقى احسن ما نعمل ايوه يعني تقسمي تبقى النشاط حصه وليس فتره كامله. ايوه بس على بقى الحصه الثانيه تكون في اليوم اللي بعدها كده، يعني يوم مثلا ياخدوا حصه العاب، اليوم الثاني ياخدوا نشاط، بحيث يبقى يوم يعني لازم يكون في حصه كل يوم حصه ترفيهيه من النشاط. طيب وهل انت بتمارسي النشاط كحصه ترفيهيه دون فايده، ولا وجه الترفيه عندك في النشاط شكله ايه؟ لا هو
احنا مش مثلا النشاط ده مش يكون علمي، احنا بنعمل حاجه جماعيه مع بعض، فبالتالي بنعرف نتكلم مع بعض ونناقش المشكله كلنا. لكن مثلا في الفصل لما المدرس بيشرح حاجه مثلا طالب واحد بيقول له رايه، لكن ما شافش راي باقي الطلاب بيجمعوا على راي واحد عشان يقولوا. انا في رايي ان حصص الانشطه هي فعلا بترفع عن الطلاب كتير، وان هي بترفع عن الطلاب، بتخليهم بتجدد لهم نشاط، او بتخليهم بصفه عامه يحبوا المدرسه اكتر، لان هي فعلا حصص معظم الطلاب بيحبوها زي مسرح، صحافه، اقتصاد، مجال، ما تفرقش ايه، بس ان هو بيجدد نشاط او بيحب الماده دي بالذات. وبعدين معظم الطلاب كمان بيستنوا اليوم اللي فيه الحصه دي فبيجوا في المدرسه، وكمان بيجوا ايام كتير تانية، لكن بيجوا الحصه دي مخصوص عشان هي بتحببهم في المدرسه. فانا بقترح ان الحصص دي تكون يوميه، مش 4 ايام بس، تكون طول الاسبوع. ممكن ناخد كمان يوم السبت نبقى ناخد 6 ايام في الاسبوع، ويبقى الانشطه ديت يوميا، يبقى السبت والاحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس تكون كل يوم حصه من دي، بحيث ان يكون الطلاب بيحبوها وتكون الانشطه كتيره في المدرسه. وكمان الطلاب يحبوا ان هم يحبوا المدرسه اكتر، عشان معظم الطلاب بيجوا عشان الانشطه بس، مش عشان المواد الدراسيه. وكمان بقترح ان يكون في كل شهر يوم مفتوح للطلاب، يكون في مسابقه ثقافيه، مسابقه رياضيه، عروض، حاجات كده، يبقى يوم كل شهر مفتوح لكل، بحيث ان كل الطلبه يرفعوا عن نفسهم يوم حتى في الشهر، بحيث ان هم يحبوا المدرسه اكتر، بحيث ان هم يلاقوا حتى يوم ترفيه يعني كل شهر كده، عشان يعني يجددوا نشاطهم، عشان يسيبوا جو المذاكره اللي موجودين في طول الاسبوع. طبعا معظم الناس بيخرجوا من المدرسه على الدروس كده، ما بيلاقوش وقت للمذاكره اكتر، وموجودين في المذاكره واجبات انشطه. فلو عمل اليوم ده كل شهر بتلاقي الوقت بيحبب الطالب في المدرسه اكتر، بيخرجوا من جو ان هو مذاكره ودروس ومدرسه. فانا بقترح ان